أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا لكل اللي عاوز يبدأ مشروعه الخاص ومحتاج يعمل بيزنس موديل بنفسه خطوة بخطوة. هنشرح لكم الأنواع المختلفة لنماذج الأعمال، وهنركز بالتفصيل على أهم نموذج عمل موجود دلوقتي وهو البيزنس موديل كانفاس. هنعرفكم إزاي تقدروا تعملوا بيزنس موديل كانفاس بنفسكم، وهنوضح لكم الخطوات الأساسية والحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوه علشان تضمنوا إن الموديل يكون مظبوط ويساعد مشروعكم ينجح. يلا بينا نبدأ الشرح ونتعمق أكتر في التفاصيل، وخلينا نبدأ بأول حاجة أنواع البيزنس موديلز. البداية الحقيقية في رحلة عالم البيزنس إنك تفهم الشركات والصناعات الموجودة حواليك إزاي بتشتغل وبتكسب. أكتر حاجة ممكن تفهمك الموضوع ده هو نماذج الأعمال واللي مبني عليها البراندات العالمية. علشان تعرف إزاي الشركات ديت بتشتغل وإيه الموديل اللي ماشي عليه، اسأل نفسك 5 أسئلة رئيسية: الشركة بتوجه خدماتها لمين؟ إيه هي الخدمات اللي بتقدمها؟ إزاي بتكسب؟ إزاي بتميز نفسها عن باقي الشركات في السوق؟ وإزاي بتقدم خدماتها؟ وبكرر ما تنساش إن أبسط نماذج الأعمال هو اللي هيحقق عائد هيغطي التكاليف، والأمور بتتعقد أكتر معاك لو استخدمت نماذج أعمال معقدة. نماذج الأعمال كتير، هنتكلم دلوقتي عن أهم النماذج دي. وأول نموذج معانا نموذج الحلول، الكاستمر سوليوشن موديل. النموذج ده ما بيقدمش برودكت أو منتج بالمعنى المعروف، لا، هو بيقدم حلول للمشاكل اللي بيتعرض ليها الكاستمرز، زي شركة اي بي ام واللي بتقدم حلول متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. والنموذج ده مربح قوي، وهو من ضمن النماذج الاستشارية واللي بيحتاج لخبرات كبيرة. تاني نموذج معانا النموذج الإعلاني، الادفرتايزنج موديل. الربح هنا للشركات اللي بتشتغل على الموديل ده بيجي من الإعلانات زي الجرايد اليومية، ورغم إنها ما بتكسبش كتير من بيعها يوميا، بس بتكسب كتير من خلال الإعلانات اللي بتظهر على صفحاتها. تالت نموذج معانا نموذج الوسيط، السويتش بورد موديل. فكرة النموذج ده إنك كشركة بتحاول تجمع ما بين البايع والمشتري في مكان واحد مشترك كتسهيل ليهم، زي موقع علي بابا وامازون وجوميا ومواقع التوظيف برضه. والربح هنا بيكون من خلال عمولة واعلانات. رابع نموذج معانا نموذج تثبيت وغلق السوق، ديفاكتو ستاندرد موديل. الشركات بتتبع الموديل ده لو عايزة تقفل شركات منافسة ليها وتستحوذ على الكاستمرز بتوعهم، زي بالظبط اللي عملته شركة مايكروسوفت لما نشرت الأنظمة والبرامج بتاعتها للعالم، وبالتحديد لما نزلت المتصفح بتاعها انترنت اكسبلورر، وبكده أخدت نصيب كبير من المنافس الوحيد وقتها واللي هو نت سكيب. فبمجرد تعود اليوزرز على الأنظمة المجانية بيكون صعب جدا ومكلف لو لجأ لمنتج منافس أو بديل، وده معروف بمصطلح الغلق الشهير، الكاستمر لوكين. والموديل ده هيظهر قدامك في مجال برمجيات كتير. النموذج الخامس وهو النموذج الهرمي، البروفيت بيراميد موديل. هو اسمه موديل الأقوياء. الشركات اللي بتمشي على الموديل ده عندها غاية واحدة، وهي إنها تستحوذ على كل السوق، وأي ثغرة بيشوفوها بيسدوها. ومن الشركات اللي شغالة على الموديل ده شركة جنرال موتورز، بتبدأ من قاعدة الهرم بإنتاج سيارات صغيرة بسعر قليل لحد قمة الهرم بإنتاج السيارات الكبيرة الغالية، وما بتسيبش أي نوع أو حجم للسيارات إلا وبتنتجه. النموذج السادس والأخير واللي هو موضوع الكورس بتاعنا، نموذج العمل التجاري، البيزنس موديل كانفاس. ده بقى أشهرهم ومختلف عن نماذج الأعمال اللي فاتت. النموذج ده تقدر تطبقه على أي فكرة بعكس النماذج اللي فاتت، واللي ليها أفكار معينة تقدر تطبقها عليها، أو بمعنى أصح مشاريع معينة ممكن تشتغل في إطارها. أما نموذج العمل التجاري أو البيزنس موديل كانفاس فده من أهم الأدوات واللي بتساعد رواد الأعمال علشان يخططوا لمشاريعهم وشركاتهم الناشئة، الستارت ابس، وده طبعا على ورق وبالأرقام قبل ما ينزلوا السوق. والنموذج ده هنتعرف عليه أكتر دلوقتي. نموذج العمل التجاري، البيزنس موديل كانفاس. زي ما قلنا من شوية إن في أنواع كتير للبيزنس موديلز، دلوقتي هنتكلم عن أشهرهم واللي هو البيزنس موديل كانفاس. والكانفاس معناها منسوجات، بمعنى ان انت تنسج البيزنس بتاعك وتلضمه في بعضه حته حته. وظهر في 2008 واللي عمله واحد اسمه الكسندر اوستروالدر، وبقى من اشهر البيزنس موديل اللي الانتربرينورز او رواد الاعمال بيعتمدوا عليها في الستارت ابس بتاعتهم على مستوى العالم. البيزنس موديل كانفاس بتتكون من 9 مجموعات او 9 بلوكات بنرسمهم في صفحه واحده كبيره بحيث كل حاجه تكون واضحه قدامك. التسع مجموعات كالتالي: شرائح العملاء، القيمه المضافه، قنوات التواصل، علاقات العملاء، الانشطه الرئيسيه، الموارد الرئيسيه، الشراكات الرئيسيه، ومصادر الايرادات، وهيكله التكاليف. والتسع مجموعات ديت هي الاساس، هي اللي هيتبني عليها او هيترسم عليها العناصر الاساسيه للستارت اب او الفكره بتاعتك، بحيث تقدر تشوف الصوره من فوق عامله ازاي، وهيمكنك من انك تشوف وتعدل نقاط الضعف وتحولها لنقاط قوه، وتتجنب اي تهديدات، وتقدر تستفيد من الفرص اللي هتقع قدامك. والبيزنس موديل بيتعمل له ابديت باستمرار علشان تقدر تستمر وتكمل. زي مثلا لو لاحظت ان التكاليف اكتر من الايرادات، في الحاله ديت يا بتقلل التكاليف يا بتزود الايرادات. وزياده الايرادات بتبقى عن طريق انك تعلي السعر او
تزود خدمة أو منتج، وده على سبيل المثال مش الحصر. والورقة ديت بتفضل قدامك أو معاك في جيبك علشان يعني لو احتجت تعدل حاجة تكون شايف صورتها كويس بعد التعديل هتكون ازاي، وإيه مدى تأثيرها على البيزنس ككل. دلوقتي تعالى أقول لك ازاي تعمل بيزنس موديل كانفاس. زي ما قلنا قبل كده إن البيزنس موديل كانفاس عبارة عن ورقة أو لوحة بتعرض فيها أساسيات فكرة البيزنس بتاعك، أو بمعنى تاني بتجاوب في الورقة ديت على أسئلة هتحتاجها علشان تقوم البيزنس بتاعك. زي ما قلنا من شوية، بتشوف انت عايز تفيد مين وهتفيدهم ازاي، وازاي هتوصل للشريحة اللي انت عايز تفيدها، والعلاقة معاهم هيبقى شكلها ايه، وايه هي الموارد اللي انت محتاجها، ومين الشركاء اللي معاك، وايه الأنشطة اللي هتعملها، والتكاليف اللي هتحتاجها كام، والفلوس اللي هتكسبها هتجيلك منين. وبكده بيتحدد شكل البيزنس. وبتفاصيل اكتر، مكونات البيزنس موديل. البيزنس موديل كانفاس بيتكون من 9 مجموعات، والتسع مجموعات دول هتشتغل عليهم بالتوازي، وبيبقى فيها كل التفاصيل بتاعة البيزنس اللي انت محتاجها. واللي عامل الأداة ديت ألكسندر. وكل مجموعة بتاخد ركن خاص بيها على الورقة أو اللوحة اللي انت هتنفذ عليها البيزنس موديل بتاعك. ودلوقتي يا ريت قبل ما تكمل مشاهدة حاول دلوقتي تفتكس أي فكرة للبيزنس نفسك تعمله مؤقتا، وجيب ورقة وقلم وحاول تجاوب على الأسئلة اللي هنقولها في الورقة اللي معاك، بحيث تقدر تشوف الموديل بتاع الفكرة اللي في دماغك. فكل المطلوب منك إن يكون عندك فكرة حاضرة دلوقتي في دماغك. يلا بينا. أول حاجة شرايح العملاء. هنا هيكون موجود كل أنواع العملاء اللي الشركة بتستهدفهم بالتفصيل، يعني بتحدد سن ومكان إقامة والتعليم وحالتهم المادية واهتماماتهم واحتياجاتهم وكل خواص الشريحة اللي انت مستهدفها، وبتحاول قدر المستطاع تحددها تحديد دقيق، لان العملاء دول هم اللي هتشتغل عليهم علشان تقدر تاخد منهم فلوس. والعميل من اهم عناصر البيزنس موديل، وخد بالك ان شرايح العملاء في حاجات كتير بتتحدد بناء عليها. باختصار بتشوف انت هتبيع لمين بالظبط. تاني حاجة قنوات التواصل. هتتواصل مع العملاء بتوعك عن طريق ايه؟ سوشيال ميديا ولا تليفون ولا عن طريق الميل ولا عن طريق المقر بتاعك ولا ايه بالظبط؟ وافضل وسيلة للتواصل معاهم اللي مش هتاخد منك تكاليف زيادة وهتوفر عليك، وازاي هتاخد رأيهم في المنتج واقتراحاتهم لتطويره. قنوات التوزيع. هنا بتحدد طريقة التواصل المناسبة لكل شريحة هتقدم لها المنتج أو الخدمة بتاعتك. وعندنا نوعين من القنوات. الأولى قنوات أنت بتملكها زي السايت بتاعك، صفحات السوشيال ميديا، مقر شركتك وهكذا. أما القنوات التانية فهي حاجات أنت بتستخدمها بس مش ملكك، زي إعلاناتك في التلفزيون أو في الجرايد أو اللوحات اللي بتكون على الطريق السريع وغيرها. أنت بقى بتقدر تستخدم كل واحدة بحسب كل شريحة وإيه المناسب ليهم. المهم حاول تكون ذكي مع العميل وتحسسه إنك جنبه في كل وقت، خاصة في الوقت اللي تحسه محتاجك جنبه، بداية لما تعرفه على المنتج بتاعك لحد ما تقدم له خدمات ما بعد البيع زي الدعم الفني والمتابعة. رابع حاجة علاقات العملاء. ايه طبيعة العلاقة مع العملاء بتوعك وازاي هتبني علاقتك معاهم؟ يعني اسلوب التعامل هيبقى شكله ايه، وازاي هتقوي العلاقة بيهم، وايه اللي هيميز علاقتك بيهم عن منافسينك، وهل هيكون في خدمة عملاء تحل مشاكلهم؟ بمعنى هتعين ناس متخصصين لحل مشاكل العملاء؟ طيب لو هيتعاملوا ازاي معاهم؟ وهل هيبقى لكل عميل مساعد شخصي ليه، حاجة زي مرشد سياحي مثلا بيرافقه اثناء زيارته وبيحاول يجاوب على كل اسئلته؟ ولا هتعمل منتدى او كوميونتي من خلال العملاء ممكن يتواصلوا مع بعض ويساعدوا بعض وياخدوا اراء بعض في منتج بتنزله، او ان الكوميونتي ده يساعدك في عمل المحتوى بتاعك علشان تقدر تطور المنتج او الخدمه بتاعتك وهكذا. خامس حاجه القيمه المضافه. هنا بتحاول تقدم قيمه مضافه للعميل بتاعك علشان يجي لك انت وما يروحش لغيرك. بمعنى ايه اللي هتضيفه ليهم، ايه المنتج او الخدمه اللي هتقدمها لهم وهتسد بيها احتياجات عندهم، ايه المشاكل والحاجات اللي موجوده في البدائل التانية اللي العملاء ما بتحبهاش ومتخوفه منها، ايه المميزات اللي عندك اللي مش موجوده في البدائل التانية واللي بسببها الناس هتيجي لك انت وما تروحش لغيرك. وهنا خليني اقول لك نصيحه، ما تلعبش على السعر الا لو فعلا في مقدرتك انك تغير قوانين اللعبه في السوق بالسعر بتاعك. واخيرا ايه اللي بيخلي الشريحه دي تستخدم منتجات المنافسين والبدائل للمنتج بتاعك في الوقت الحالي؟ فالمفترض ان المنتج بتاعك يكون بيحل عنده مشكله مستمره من فتره بيعاني منها، او ان اداء المنتج بتاعك يكون افضل من غيره، او تضيف فيه خاصيه للتعديل بحيث يتناسب مع المستخدم. ده غير التصميم او العلامه التجاريه او السعر او تقليل المخاطر زي الضمان مثلا، او توفر المنتج وسهوله الوصول اليه في كل مكان، او الراحه وسهوله الاستخدام بعيد عن التعقيد. حاول تضيف لمسه في المنتج او الخدمه بتاعتك تكون عندك ومش عند غيرك، ولو في عيب عندك حاول تقلبه نقطه قوه، واوعى تسكت على وجود عيوب في المنتج بتاعك. دي كلها حاجات هتساعدك تبني قيمه مضافه في المنتج او الخدمه بتاعتك. وخد بالك ان القيمه المضافه ديت هي اللي هتكون سبب وجودك في السوق، يعني باختصار هي اللي هتخلي الناس تشتري منك. سادس حاجه الانشطه الرئيسيه. في الجزئيه ديت بتكتب كل الانشطه والمهام المطلوبه منك انت والتيم بتاعك تنفذها علشان تقدر كبزنس تقدم المنتج او الخدمه بتاعتك، واللي المفترض تستمر في تنفيذها علشان تفضل مسيطر على السوق وتحقق ارباح. وعندنا 3 انواع اساسيه من الانشطه الرئيسيه،
وأول حاجة وهي الإنتاج. إيه الأنشطة اللي المفترض تقوم بيها علشان تقدر تخرج المنتج أو الخدمة بتاعتك في شكلها النهائي؟ تاني حاجة حل المشكلات، بتتابع وتشوف ايه هي المشاكل الموجودة في الشركة. تالت حاجة الشبكات واللي ممكن توصل المنتج من خلالها زي امازون مثلا بشكل عالمي وجوميا بشكل محلي. سابع حاجة الموارد الرئيسية. ايه هي الموارد الرئيسية اللي هيحتاجها البيزنس بتاعك علشان يشتغل ويقدر يقدم القيمة المضافة ويجيب ايرادات؟ الموارد ديت زي مقر البيزنس، وبتحاول تختار مكان مناسب للبيزنس، زائد الفريق بتحدد التخصصات والخبرات اللي انت محتاجها، زائد المعدات اللي هتستخدمها في انتاج المنتج او الخدمة اللي هتقدمها للعملاء، زائد الفلوس اللي هتحتاجها في البداية علشان البيزنس يفضل شغال، وما تحطش رقم وخلاص. فصل الرقم ده هيكون فلوس قد ايه وهتصرفه في ايه بالظبط، زائد طبعا الموارد، ودي طبعا ممكن تكون مملوكة او مستأجرة ليك، بس المهم انها تكون موجودة. تامن حاجة الشركاء. مين هم شركائك؟ وحاول تعرف ايه السبب في اختيارك ليهم، فلوس ولا خبرة ولا دعاية، وعلى أساس احتياجك اختار حد يسد الثغرة اللي عندك، سواء كانت بقى فلوس أو خبرة أو أي حاجة تانية. ولا أنت عايز حد يشاركك في الخسائر لو حصلت لا قدر الله وما تشيلش لوحدك؟ دي بتاعتك، حددها وأنت مقتنع 100%. تاسع حاجة بعد كده مصادر الإيرادات. بتحدد المصادر اللي هتدخلك فلوس، يعني الفلوس هتجيلك منين؟ من بيع منتج أو خدمة، ولا تأجير، ولا اشتراك، ولا عقد شهري أو سنوي، ولا إعلانات، ولا إيه بالظبط؟ وبتحاول تتوقع نسب الأرباح، وبتشوف إيه أفضل وسيلة للدفع، وده طبعا على حسب كل شريحه، لان في ناس بتفضل تتعامل بالفيزا وفي ناس معهاش فيزا. لو البيزنس يعني بتاعك اونلاين، وبكده تستعمل معاهم فودافون كاش او اتصالات كاش، يا اما عن طريق البريد السريع، يا اما عن طريق مقر البيزنس بتاعك. المهم انك تسهل عليهم طريقه الشراء، ما تعقدهمش بان يبقى في طريقه واحده بس، نوع على قد ما تقدر. اخر حاجه معانا هيكله التكاليف. ايه التكاليف اللي احنا محتاجينها للبيزنس؟ والتكلفه نوعين، تكاليف ثابته وتكاليف متغيره. التكاليف الثابته ودي اللي بتفضل زي ما هي مهما تزود الانتاج، والتكاليف المتغيره وديت بتزيد بزياده الانتاج. وايه الموارد اللي تكلفتها غاليه؟ وايه الانشطه الرئيسيه الاكثر تكلفه علينا؟ رواتب ولا دومين واستضافه ولا اعلانات وتسويق ولا مواد خام ولا ايجار ولا ايه بالظبط؟ وبتحاول تشوف طريقه تقدر توفر منها في كل بند من مصروفاتك. وما تنساش معادله الارباح والخسائر واللي بتساوي الايرادات ناقص المصروفات. دي كلها اسئله هتحتاج تجاوب عليها علشان تعمل البيزنس موديل بتاعك. اذا الاجوبه ديت هي اللي هتحدد شكل البيزنس موديل بتاعك، وفي الاخر يبقى ظهر قدامك صوره كتوضيح للي هتعمله في البيزنس، وهتقدر تقيم مدى جدوى فكره البيزنس بتاعك على ارض الواقع. اذا التسع مجموعات دول مربوطين ببعض وبيصبوا في بعض لخدمه البيزنس ككل، وده من افضل المواقع اللي هتساعدك تعمل بيزنس موديل. خليني بقى في اخر الفيديو اقول لك على ملاحظ تاخد بالك منها وانت بتعمل البيزنس موديل بتاعك. هتجي لك افكار كتيره جدا، اهم حاجه تعرف تغربل الافكار ديت وتطلع منهم بفكره تكون مؤمن بيها جدا حتى النخاع. الانتربرينور او رائد الاعمال اهم ميزه لازم تكون موجوده فيه انه يعرف يستخدم الموارد المتاحه قدامه ويشتغل بيها. باختصار بيعرف يسد احتياجات البيزنس بتاعه بالمتاح قدامه لحد ما الظروف تتيسر معاه، ولازم يفوكس قوي على التكاليف وفريق العمل اللي هيشتغل معاه، ويعرف يستخدم المعلومات المتاحه قدامه، ويعرف يدير كل حاجه بتخصه وبتخص البيزنس بتاعه. العلاقات مهمة جدا جدا في البيزنس، هتوفر عليك حاجات كتيرة جدا من وقت المجهود لتقليل التكاليف وتزويد الأرباح. باختصار العلاقات في البيزنس مكسب ليك. أهم حاجة في البيزنس بتاعك القيمة المضافة، هي اللي هتظبط لك الدنيا، هي اللي هتخلي البيزنس بتاعك ليه لازمة ويستمر ويكمل. البيزنس موديل ما بيتعملش من يوم وليلة، وأي فكرة بتنور في دماغك بتعدل في الموديل بتاعك لحد ما تكون الأفكار الأساسية اللي هتشتغل عليها، والأسئلة الكتير اللي هتسألها لنفسك هتساعدك تعمل بيزنس موديل افضل للستارت اب بتاعك. فريق العمل لازم يقعدوا مع بعض وهم بيعملوا البيزنس موديل علشان كل حاجه بتخص البيزنس يكون متفقين عليها من البدايه. البيزنس موديل او نموذج العمل بيتم تعديله وتطويره باستمرار، وده لان السوق مش واقف، السوق بيتحرك وبيتغير بسرعه جدا، فلازم يكون في تطوير للموديل علشان البيزنس بتاعك يقدر يواكب التغيرات والتطورات اللي بتحصل في السوق، والا البيزنس بتاعك مش هيكمل. واقرب مثال لده هي قصه نوكيا واندرويد. ممكن تدخل على اليوتيوب وتسمعها، قصة مشهورة جدا. اسمعها وشوف شركة نوكيا حصل لها ايه بعد ما كانت واكلة السوق كله. شوية نصايح سريعة: اطبع الكانفاس على ورقة A3 او ارسمه على سبورة او لوحة علشان تقدر تدي لنفسك مساحة للشغل. استخدم الستيكي نوتس علشان تقدر تضيف وتحذف من غير ما تشوه الكانفاس. استخدم الوان مختلفة من الستيكي نوتس علشان تقدر تميز الالوان بحسب الاهمية او تخلي الحاجات اللي مرتبطة ببعض بنفس اللون. ارسم واكتب على النوت، خلي الكانفاس كأنها قصة وخلي العناصر مترابطة ببعض زي اي قصة كويسة.
اعمل كذا كانفاس وقارنهم ببعض، وما تاخدش اول كانفاس تخلصه، وده موقع لتدريب على عمل بيزنس موديل. اعمل كانفاس واكتب كل اللي انت عاوزه عليه، بس بعد ما تعمل اكونت على الموقع الاول. ودي بعض الكيس ستاديز لمشاريع مختلفه. اشوفكم الفيديو الجاي. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.